سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة كده حبيت أصور معاكم البطة وهي مطلعة كده ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، واحنا كده في أول النهار وطلعت البط الصغير زي ما حضراتكم شايفين كده. وبرضه أقولك ازاي تتصرفي أول ما تلاقي البطة بتاعتك مطلعة كده تعملي ايه. وطبعا لازم تاخدي منها البط الصغير علشان مفيش حاجة تيجي عليه وكده، لأنه لسه صغير، عشان مفيش حاجة ايه تاخده كده. ده سلالة البط المسكوفي الخليط اللي بصورها دايما معاكم وهي في العمر الصغير ولما بتكبر في كل مراحلها. طبعا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، شايفين هو ده السلالة اللي تحببك ان انت تنتجي من بيتك من غير ما تشتري اي طيور من بره. يا ريت لو انت لسه جديده معايا على القناه ولسه اول مره بتشوفيني وتسمعيني، يسعدني طبعا ويشرفني انك تنضمي لينا وتشتركي معايا، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا من اللايك للبط الصغير الحلو ده. طبعا البطه دي كده راقده بقالها 32 يوم، وطلعت البط الصغير بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، والبط ناشف تحتها تماما، وشايفين برضو القشور ناشفة برضو. يعني لما بتكوني مختارة بطة صح ان هي ترقد عندك بتطلع لك البط كله مرة واحدة وبتديك انتاج طول السنة من البيت. والبط برضو بيطلع كده سليم مفهوش اي حاجة، ولا تلاقي بطة عندها التهاب سري، يعني السرة بتاعتها مش مكتملة، ولا أي حاجة من المشاكل اللي بتقابل ناس كتير من اللي بيربوا الطيور واللي حابين إن هم يرقدوا برضو بط عندهم في البيت. طبعا أول حاجة بتختار البطة اللي هي حجمها كبير، وزنها برضو لازم يكون عالي، علشان البط الصغير لما بتيجي تطلعهولك يكون البط برضو حجمه زي الأم ما شاء الله. يعني انا طبعا البطه دي انا كنت سايباها في الاوضه هي والدكر، وحاطه لهم الاكل والميه، فابتدت ان هي تبيض وتعرف المكان بتاعها وترقد فيه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده ده صندوق كده خشب صغير، وفرشلها فيه شكاره وحط عليه تبن، وهي ابتدت ان هي تعرف ان المكان خلاص المكان بتاعها جاهز، فبتبتدي ان هي تبيض فيه من اول لما بتبتدي ان هي تبيض لحد لما بتبتدي ان هي ترقد على البيض بتاعها وتطلعه. طبعا بتكشفها عن البيض 3 مرات في الشهر وهي راقدة، بتتابع البيض بتاعها علشان لو في اي بيضة مش سليمة تحتها بتشيليها، وبتتابعيها طول ما هي راقدة لحد لما بتطلع لك البط الصغير ده. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا هنشوف هي طلعت البيض وطلعته، في حاجة لسه ما طلعتش ولا شكله ايه. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وكمان برضو حابة ان انا كان في سؤال كده جاني، ازاي تعرفوا ان البيض بتاع البطة سليم، البيضة السليمة من البيضة البايظة. ده برضو هنتكلم عنها من الفيديو. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، البط طلع كده، فهنبتدي ان احنا هنعمل طبعا اول ما البطه بتطلع البيض بتاعها لو هو ناشف زي اللي حضراتكم شايفينه ده، لازم يكون البط الصغير ناشف تماما قبل ما تاخديه من البطه، علشان ما ياخدش برد منك ويبتدي ان هو يموت من تاني يوم. لازم يكون ناشف خالص، البطه ناشفه من عرقها تماما. بتبتدي ان انت تلميه في الكرتونه وتسيبيه كده لمدة ساعتين دافي كده مع بعضه في الكرتونة، وبعد كده بتستقبليه. وان شاء الله هنعرف مع بعض طريقة الاستقبال الصح اللي تخلي البطة تمشي معاكي يوم بيوم واليوم يفرق عن اليوم اللي قبله. طبعا علشان تعرفي البيضة اللي هي السؤال اللي انا حابة اجاوب عنه، تعرفي ازاي ان البيضة اللي تحت البطة سليمة او بايظة. بتكشفي عليها بالكشاف كده، فبتلاقي الجنين بيتحرك جوه البيضة، بتشوفيه بالكشاف او بضوء الشمس. لقيت البيضة من الجنين ما بتحركش خالص، والبيضة اللي بتكون بايظة
ما بتكون مش بتكون دافية، بتلاقيها ساقعة كده تحت البطة، مش دافية خالص. ولونها بيكون برضو غامق، بتلاقي البيضة لونها يعني تقريبا في بيضة بايظة تحت البطة دي، شكلها مش قلبتها صح، يعني مش قلبتها كويس، فبردت تحتها فباظت. بتعرفي ازاي؟ بتلاقي البيضة كده بتكون لونها متغير، لونها مزرق كده، شايفين؟ لونها غامق، بتلاقي البيضة لونها غامق خالص خالص، لونها مد على سواد كده او زرق كده، فبتبتدي مزرقة كده، فبتبتدي ان انت تستبعديها. لكن البيضة اللي بتكون سليمة تحتها بتلاقيها لونها طبيعي خالص، وبتلاقيها دافية، ماهيش البيضة ماهيش بردان ساقعة ولا حاجة. وفي نفس الوقت لازم تشيليها علشان البطة بتعرف، ولو هي الجنين ميت تحتها ممكن احيانا يعني البطة بتاكل البيضة اللي هي بتكون الجنين ميت فيها. عشان الناس اللي بتسأل في بط بياكل البيض تحت، وفي بياكل بيض من اللي تحته ليه، بيكون عارف البطة الأم بتكون عارفة ان البيضة الجنين ميت جواها، فبتبتدي ان هي تاكلها، وده غلط طبعا عليها. فلما بتلاقي البطة البيض اللي تحتها فيه بيض الجنين ميت فيه، تشيليه بسرعة عشان ما تاكلهوش. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا هاخد البط ده بالكرتونة، هاخده كده في كرتونة، وهبتدي ان انا اسيبه يدفى كده ساعتين ونعرف مع بعض طريقة الاستقبال ان شاء الله باذن الله، استقبال الصح. والقشور، شايفين القشور ناشفة تماما. البيضة البايظة دي طبعا هنرميها، اللي هي البايظة كده تحتها تقريبا ما كانت مش بتقلبها كويس، فابتدت ان هي باظت يعني، والجنين ما طبعا بالنسبة للبط ده هنبتدي ان احنا نلمه كده في الكرتون عشان يفضل مدفي بعضه كده وما ياخدش برد. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين المكان اللي انا مرقده في البطه مكان محكوم تماما، وصندوق على قد البيض، فابتدت ان هي بتعرف ان هي تقلبه كويس البيض تحتها، وبيطلع البط زي ما حضراتكم شايفين. وده بيطلع طبعا السلاله دي بتطلع لك انتاج بجميع الوانها، سواء ابيض صافي، ابيض في اسمر، يعني انتاج بيكون ايا كان اللون المهم ان هي بتطلع لك انتاج كويس. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هي ديت البطه الصح اللي انت تختاريها صح، اللي هي ترقد عندك. فان شاء الله باذن الله نكمل معاكم دايما فيديوهاتنا عن تربيه الطيور من اول يوم لحد لما نبتدي ان احنا نذبح منهم. شايفين البطه عشان ناشفه تماما، عشان تاخديها وما يجراهاش اي حاجه لازم تكون ناشفه وبتتحرك تحت امها كويس، يعني صبحي لها كده ونشيطه. على انك انت لو خدتها وهي لسه من غير ما البطه تكون ناشفه، بتبتدي ان هي تاخد برد منك وتموت، وانت مش بتكون عارفه ايه السبب ان البطه انت خدتها من غير ما عرقها ينشف. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هناخده كده في الكرتونة ان شاء الله، ونصوره في الاستقبال كده مع بعض. بس يا ريت لو انت لسه معايا لحد الان من الفيديو ما تبخليش عليا من اللايك والاشتراك في القناة، علشان نفضل كده نصور معاكم دايما فيديوهاتنا عن تربية الطيور. حبيت ان انا اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.